قررت أن أخصص هذا الفيديو لتبيان حقيقة المداخلة بإيجاز، وأوضح أن المداخلة ليسوا مجرد شباب يتبعون شيخا سعوديا يوالي الحكام، بل الأمر أكثر خطورة من ذلك، لأنه يتعلق بعمل استخباراتي خبيث جدا. وقد حرصت على أن يكون هذا المقطع موجزا ومرفقا بالترجمة الإنجليزية حتى تصل الرسالة إلى كل المسلمين حتى غير الناطقين بالعربية، فأرجو أن يتم تعميم هذا الفيديو ونشره لكي ننشر الوعي بين المسلمين. بداية أريد أن أوضح أنني لا أعلم بطبيعة الحال نية الشيخ المدخلي ولا أستاذه الجامي، فقد قرأت ثناء بعض أهل العلم عليهما، لذلك قد يكونان بالفعل مؤمنين بفكرهما ويعتقدان صوابه، ثم بعد ذلك استغلتهم المخابرات، وقد يكون غير ذلك. ما يهمنا الآن هو أن نتائج هذا الفكر وهذا التيار مدمرة جدا. الجامية والمدخلية كانت في بدايتها تركز على طاعة الحاكم وتحذر من تأسيس أي حركة سياسية أو دعوية سرية، وكانت تصف مجرد انتقاد الحاكم بأنه خروج عليه، وعندهم كذلك أن نصيحة الحاكم في العلن هو خروج عليه. في البداية لم تهتم بهم الدولة السعودية كثيرا، لكن قبيل حرب الخليج وجدت المؤسسة السياسية في السعودية نفسها في مأزق كبير، فهي تريد استدعاء الأمريكان لحماية نظامها السياسي من صدام حسين، فاحتاجت لمن يشرعن لها هذا الأمر المخالف للإسلام. المؤسسة الدينية والمشايخ ومن أبرزهم الشيخ سفر الحوالي فك الله أسره كانوا ضد هذا الأمر وحذروا منه، وقالوا إن القوات الأجنبية إذا جاءت فلن تغادر المنطقة. وبالفعل جاءت القوات الأمريكية فبقيت وأسست لها قواعد عسكرية دائمة هناك. المهم في هذه المرحلة استعان النظام السعودي بالشيخ المدخلي لاستحلال طلب الدعم من الكافر لمواجهة المسلم، فتم دعمه ورفع شأنه وإكثار طلبته حتى أصبح تيارا قويا منتشرا في السعودية وخارج السعودية، وبذلك استطاعت السلطات السعودية إقناع جزء لا بأس به من المواطنين بجواز استدعاء القوات الأجنبية. بعد ذلك ضعف نسبيا اهتمام الدولة السعودية بالمداخلة، فخفتت أصواتهم في المناطق العربية وغير العربية. لكن بعد أن جاء الربيع العربي قامت السعودية بإحياء التيار المدخلي من جديد، فتم تنشيطه مرة أخرى على أرض السعودية ومصر وليبيا بهدف دعم الثورات المضادة التي قادتها الدولة العميقة في تلك البلدان. من أبرز وجوه المدخلية الشيخ الريس، والذي اشتهر بمقطع يحرم فيه انتقاد الحاكم ولو زنى وعمل عمل قوم لوط على الشاشات الفضائية. وفي مصر نجد الشيخ رسلان، وفي بريطانيا نجد الشيخ أبو خديجة، ويعتبر هذا الأخير ومركزه في برمنغهام في بريطانيا قبلة للمداخلة في أوروبا كلها، وتجتمع فيه سنويا الوفود المدخلية فتحجز الفنادق والسيارات لهؤلاء الوافدين. وهذا طبعا يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصدر تلك الأموال الطائلة، وكذلك عن احتمالية تسهيل مأموريتهم من قبل السلطات البريطانية. الفكر المدخلي كما يعتقد الكثيرون أنه يدعو للطاعة العمياء للحاكم، ولكن الحقيقة أبعد من ذلك، فقد تتبعت خطبهم وتصريحاتهم فاستنتجت أمرا مهما جدا، وهو أنهم يعتبرون ولي الأمر الأكبر هو حاكم السعودية، وولاة الأمور في البلدان الأخرى يجب عليهم طاعة الولي الأكبر. لذلك تجدهم دعموا حسني مبارك والسيسي وانتفضوا وعادوا الرئيس محمد مرسي رحمه الله، والسبب أنه لم يكن تابعا للنظام السعودي، كما أنهم لا يتوانون عن سب الرئيس التركي لأن مشروعه وفكره مستقلان عن السعودية. ونفس الأمر طبعا شاهدناه مع أمير قطر. وتأمل في أحوال ذلك الصبي الغر الذي يحكم قطر. الشعب القطري شعب طيب، وأما هذه القيادة العفنة فليس وراءها إلا مصر. لماذا؟ لأنه عميل قذر وابن عميل. وكذلك ذلك الأحمق الذي على رأس الحكم وسدته في تركيا اليوم. إذن فقاعدة طاعة ولي الأمر وعدم انتقاده لا يطبقونها إلا على من يرونه هم ولي أمر، ومن المؤسف جدا ادعاؤهم السلفية ولي النصوص الشرعية. الأصل كما تعلمون أن المسلم ينظر إلى أحكام الله وأوامره فيتبعها، لكنهم يفعلون العكس، ينظرون أولا إلى أوامر الحاكم ثم يأتون بآيات الله يؤولونها على هواهم، أو بالأحرى على هوى الحاكم. فيا من تتبع هذا التيار وتظن أنك على السنة، افتح عينيك وانظر حولك، لا تكن لعبة في يد المخابرات. أنت مسلم، والمسلم المؤمن لا يليق به أن يكون إمعة. ثم إن شتمك لأهل العلم المخالفين لك والتشفي في الذين يعذبون ويسجنون لن يمر دون جزاء، فمن أعان ظالما سلطه الله عليه. وكن على يقين أخي المدخلي أنك ستلقى نفس المصير، ستتعرض للسجن والتعذيب من قبل هؤلاء الذين تتقرب إلى الله بطاعتهم. انظر حولك،
فقد أعلنوها حربا على كل من يوجد في الساحة الإسلامية. حتى جماعة الدعوة والتبليغ المسالمة التي لا تتدخل في السياسة تم تصنيفها جماعة إرهابية مؤخرا في السعودية. سيأتي دوركم لا محالة أيها المداخلة، ولنا في المغرب قصص كثيرة لأناس ساندوا الظالم فانقلب الظالم عليهم. اقرأ سيرة واحد من أكبر السفاحين في تاريخ المغرب ويدعى محمد أفقير. هذا الظالم كان يتقرب إلى الحاكم بارتكاب مجازر في المعارضين. كيف كانت نهايته؟ قتله ولي أمره، بل وإن عائلته كلها أخرجت من القصور الفخمة التي كانت تعيش فيها ووضعت تحت الأرض لمدة 20 سنة. ولنا كذلك قصص لخونة الفرنسيس في المغرب والجزائر الذين انتهى بهم المطاف بأن قتلوا على يد الفرنسيس. فاتعظوا وأعيدوا حساباتكم، واعلموا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة العملاقة لا يمكن أبدا أن تختزل في تيار واحد يقوده بضعة شيوخ على رؤوس الأصابع. أمة الإسلام أعظم من ذلك. كذلك أوجه ندائي إلى الذين يعملون في الدعوة: ركز على عملك ولا تنشغل بالرد على المداخلة، فإنهم شباب مساكين تعرضوا لغسيل الدماغ. حسب تجربتي النقاش معهم مضيعة للوقت. الله وحده قادر على هدايتهم إن شاء، وطبعا نحن نتمنى لهم الهداية، لأنه بالفعل يحز في النفس أن نرى شبابا يافعين اكتسبوا أسوأ الأخلاق وسلكوا أسوأ الطرق، وكل هذا تحت شعار اتباع السنة. مع الأسف أسأل الله أن ينتقم من كل من يفرق بين المسلمين، وأسأله تعالى أن يولي أمورنا خيارنا. أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع أقربائكم، ولا تنسوا كذلك مشاركتنا تجاربكم مع المداخلة. اكتبوها في التعاليق لكي نستفيد منها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.